هنبدأ حلقة النهاردة بسؤال غريب شوية، وهو أنت عارف دقيقة الفنان على المسرح بكام؟ يعني مثلا لما حد بيكلم تامر حسني، عمرو دياب، أو أي حد فنان مشهور، لما بيجي يتفقوا على الساعة أنت عارف بيتفق بالدقيقة. يعني ده لو فنان مشهور أوي بيتفقوا بالدقيقة. في إعلان معين ممكن يقول له أنت قعدت معاه ده كام دقيقة، وهنا تحس إن هو كام دقيقة يعني ياخد كام يعني. لأ، بياخدوا أرقام فلكية في الدقيقة. فأنت متخيل إن الدقيقة اللي أنت بتضيعها النهاردة ممكن تبقى عاملة كام قدام؟ هو ده سؤال حلقة النهاردة من دفتر العرب. لو فكرت في سؤال حلقة النهاردة هتحس إن هو سؤال عادي، فاهم؟ هو شخص بيغني، شخص عنده جمهورية، عنده شخص عنده ناس كتير تسمعه، يعني شخص مشهور، شخص عمل نجاح. أنا بقى شخص عادي، فاهم؟ الدقيقة عندي تساوي كام؟ يعني تساوي جنيه، 2 جنيه، يعني ما تساويش حاجة، مش فارقة هضيعها. وهنا هتيجي المشكلة، إن إحنا عندنا عدم تقدير لقيمة الوقت بتاعنا، وعدم أهميته. إن أنت مش فاهم قد إيه إن الوقت بتاعك ده مهم، فأنت بتستغله في أي حاجة وبتهدره بأي شكل من الأشكال، لدرجة إن في ناس بتقولك يعني إيه، أنا عايز أضيع وقتي، فاهم؟ فهعمل أي حاجة، هتفرج على ريلز أضيع وقتي، هتفرج على أي حاجة ممكن أضيع وقتي. فانت عندك كونسبت ان انت تضيع وقتك ده اصلا بقى حاجة متاحة للناس، ودي اكبر مشكلة. والناس كتير بتستغل اللحظة دي وبتستغل فكرة تضييع الوقت دي، ان هي تحط لك حاجات في دماغك تزرعها لك عشان تبقى موجودة جوه دماغك، سواء تعطلك او ان انت ما تنجحش بالشكل اللي انت عايزه، او تبقى لك حاجة. انا مش بقولك ان الكون كله بيتآمر عليك او ان هو عايز يفشلك، لا، هو الكون كله عايز يبيع، فاهم الفكرة؟ فانت النهارده مثلا لما تيجي تضيع وقتك وتقلب في ريلز او تلعب حاجة او تعمل حاجة معينة، فانت عمال تقلب، فانت بتتعرض لافكار، فالافكار دي او بتتعرض لمنتجات. شخص مشهور مثلا بيعمل دعاية لمنتج معين، هو دي مش مشكلة، هو مش غلطان، هو عادي بيعمل دعاية لمنتج. بس انت في دماغك، انت المنتج ده طلع في دماغك، فانت ممكن تبقى محتاجه او مش محتاجه، فبتشتريه في الحالتين لان هو طلع قدامك، فانت حصل لك تغذية بصرية بالشكل ده. لكن لو انت مثلا في الوقت اللي انت قررت فيه انك تضيع وقتك ده عملت اي حاجة تانية، يعني مارست رياضة فانت جسمك استفاد، اتعلمت لغة جديدة فانت اتعلمت علم جديد لنفسك، دورت مثلا على اليوتيوب عن اي فيديو بيعلمك مهارة او بيعلمك حرفة او بيعلمك حاجة جديدة، فدي كلها حاجات انت استفدت بيها. قعدت مع عيلتك فده وقت انت استفدت فيه مع العيلة، وقتك ما ضاعش. فهنا تيجي الفكرة، تقدير الوقت هو مش تقدير مادي فقط، بل تقدير مادي ومعنوي، وتقدير انت صرفته في ايه وقتك ده. فانا عايزك تقعد مع نفسك دقيقة كده تفكر فيها، انا وقتي ده بضيعه في ايه، ونتيجته ده هتطلع لي ايه. بمعنى ان دلوقتي مثلا عندك استحقاقية او عندك فكرة في دماغك بتقولك ان انت تستحق ان انت تبقى اغنى شخص في العالم، ان انت تستحق ان انت تاخد مرتب شهري 20,000 جنيه، 40,000 جنيه، الرقم اللي انت عايزه. فالفكرة دي جات لك استحقاقيتك على ايه؟ انت تستحق المبلغ ده ليه؟ انت بتعمل ايه حتى عشان توصل للمبلغ ده؟ دي الفكرة اللي عمالة تيجي في دماغي، اللي هو انا دايما عندي اقتناع ان انا يا عم هبقى اغنى شخص في العالم واغنى مرتب في الشهر، فانا بعمل ايه عشان اوصل للمرتب اللي انا عايزه ده؟ بالتالي ما بعملش حاجة، فبالتالي انا مش هوصل. عشان كده بحاول افكر دايما، اللي هو انا مثلا عشان عايز اوصل للمرتب ده فانا المفروض اتعلم المهاره المعينه، فانا هاخد وقت طبيعي عشان اتعلمها. محدش هيوصل في يوم وليله لمهاره معينه ندخل له ربح او ندخل له فلوس، يا اما كان الموضوع بشكل بسيط للكل، فلا، انت هتبذل مجهود وهتبذل وقت، والوقت ده بقى ذات قيمه لان انت بتبذله في نفسك وبتستثمر الوقت ده في نفسك، فمنها هيجيلك بعائد. لكن انت لو فضلت تتفرج على ريلز او تضيع وقتك في اي حاجة ممكن تضيع وقتك فيها او في المفهوم دوت، فانت صدقني وقتك كله بيضيع منك ومبتستفدش حاجة. وللأسف انت مش بتستثمر في دماغك ولا بتستثمر في نفسك، انت بتعرض نفسك لتعفن الدماغ، ان دماغك يبقى ما بيفكرش. دماغك مثلا تبقى زمان تفكر اللي هو انا كان زمان بعمل وبروح وباجي، دلوقتي لا هتعمل ولا هتروح ولا تيجي، ولا عندك قدرة عقلية ان انت تفكر زي زمان. ليه؟ لان انت دماغك بقى متعود على الدوبامين السريع، اللي هو انا بتفرج فانبسطت، بتفرج فزعلت، بتفرج فالحياة قدامك بقت سريعة بشكل بشع، فعقلك بقى متعود على السرعة دي. فانا عايز السرعة دي في حياتي انا كمان، هيجيلي فلوس بسرعة، هصرف فلوس بسرعة، هعيش بسرعة. اللي هو لا، الحياة مش بسرعة، الحياة طول عمرها ماشية برتم هادي بطيء معين، بيزيد في بعض الأوقات، بس هي الحياة رتمها ثابت في كل الأوقات.
هو الفكرة بس إن إحنا بنبقى مستعجلين في حاجة معينة في وقت من الأوقات، بنبقى عايزين الوقت يعدي، عايزين الدنيا تمشي بشكل أسرع، الوقت بيبقى بالنسبة لنا بطيء في أوقات معينة، بس هو الوقت ثابت يعني فاهم. ال24 ساعة عندك، ال24 ساعة عندي، ال24 ساعة بتوع إيلون ماسك، ال24 ساعة بتوع عمرو دياب، بتوع الناس فاهم. الوقت ثابت عند الكل، الفكرة بس الفكرة انت بتستغل الوقت ده ازاي؟ هل انت بتستغله ان انت تفيد نفسك وتطور نفسك وتنمي نفسك، ولا انت بتستغله في ان انت تضيع وقتك وتعمل اي حاجة تكون هبلة وان هي ملهاش فايدة ولاش عائد عليك، حتى مش عائد نفسي. يعني انا في بعض الفيديوهات قبل كده بقول لك انت لو عايز ترتاح ارتاح، عايز تزعل ازعل، بس دي كلها عوائد نفسية بتفيدك. لكن انت لما تضيع وقتك بفكرة ان انا بضيع وقتي، مش فكرة ان انا حتى برتاح، انت كده مفيش اي عائد نفسي ومفيش اي عائد حصل ليك. هي دي الفكرة، ان انت ازاي تنظم الموضوع ده وازاي تنظم حياتك وازاي تنظم وقتك بأحسن شكل. وما تفكرش ان انت تنظيمه ده سهل او موضوع بسيط او حاجة هتيجي في يوم وليلة، لا ده في ناس بتعمل دراسات عشان ازاي تنظم اوقات غيرها او تنظم وقتها. فعايزك تجرب، اعمل خطة النهاردة وخليها تفشل بكرة، اعمل خطة لمدة أسبوع وافشل فيها يومين، فافضل حاول تستمر أحسن من إن أنت تقع وتفقد الأمل في نفسك وتفقد الأمل في ذاتك. لأن أنت لو ما بقتش مصدق نفسك، فمين هيصدقك؟ مين هيبقى عنده القدرة إن هو يستثمر فيك طالما أنت أصلا بايع القضية؟ هي دي الفكرة كلها. انت اكبر استثمار لنفسك، فاستثمر في وقتك، لان هو الحاجة الوحيدة اللي هتجيب لك عائد كبير جدا انت ممكن ما تتخيلوش. ممكن العائد ما يجيش النهاردة، ما يجيش بعد سنة، ما يجيش بعد 10 سنين، بس هو كده كده هيجي. انت اي استثمار بتبذله في نفسك فهو ما بيروحش على الارض. حتى اي حاجة احنا بنزرعها في الارض بتاخد وقت كبير عشان تظهر وعشان يبقى ليها نتيجة تتباع. هي دي الفكرة. الفلاح اللي بيزرع الارض لو في يوم من الايام قال انا مش انا لو بكرة الارض ما طلعتش حاجة فانا خلاص هبطل ازرع، فكان زمان كلنا ما فيش فلاحة اصلا، ما فيش زراعة. هي دي الفكرة، ان هو انت لازم تستثمر ومش شرط ان النتيجة تظهر في اقرب وقت، لا هي هتظهر في وقتها المناسب. فاستثمر في نفسك، استثمر في وقتك. وقتك حاجة مهمة ما تضيعوش، لان هو هيتبني عليه حاجات كتير قدام، وصدقني انت هتندم قدام لو انت فضلت تضيع وقت. فاتمنى ان حلقة النهاردة تكون مفيدة والناس استفادت منها وتقدر قيمة الوقت. كان معاكم فارس الطراز.